خليط النحل راح احط كاسة كاملة، طبعا نفس الكاسة لكل المقادير. طبعا اللبن طلعته من البراد من قبل، ما بصير يكون بارد، لازم يكون يعني انه درجة الحرارة مختلفة. اوكي نزلوها. في عنا الزيت، صح نعبي الزيت. كمان هون شوفوا طحنت محلب، شايفين؟ انا بحب المحلب يكون انا بجيبه حب وبحط يعني انه بالطحانة وبطحن 3/4 كاس زيت. خليني اشوف شو حطيت زيت بس. تمام. في عنا الحليب. اوه صار يكب. يو 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 يو. لك هنيك حبة الدنيا الحليب. يا الله شو صار؟ وينها هي؟ ما فيها شيء، صار شيء انا بعد ما خلطناهم هلا حليب. ريحة الخميرة قوية كأنه، شوفوا ولا في شيء بالحليب. هي الخميرة أنا بعرف. تذكروا الكريمة اللي جبتها جديدة وطلعت من 9؟ الحليب كمان هلا بدي ارجع ابعتها الماركت. كأنه ما عم يكفوا ولا عم يشيكوا على التواريخ. أنا وخلص جديد. شوفوا استغربته بس كاستين كبيبتي. هلا رجعت بعت لي حليب بس يكون جديد. الحليب بعت لي اياه منزوع، لانه مره كمان تذكروا الكريمه كمان جديده وطلعت منزوعه، يا اما سوء التخزين يا ما بعرف شو. رجعت بعت لها مليو كيك. شكلي حطلع حمم الاولاد ونيمهم ونزين نكفي. كان بدي اخلص العجينه اعملها، خليت عامها تصير خلص. كنت غسلي حتى غسلي لا توقعت لا الخميره جديده هيك ريحه لا اعوذ بالله. ولي ما تحملت الريحه عن جد مزعجه. ليش شيكت على الحليب؟ كنا رح صممنا الحليب. يا الله والله ما دخلت. طيب اذا بعتي لي الحليب منزوع لازم عن جد حتى لو جبته جديد اشيك على التواريخ. والله ريحه اليالنجي والله العظيم ضربت براسي. حاجه اضيف من هون من اول جديد. حطيت كاس لبن، 3/4 الكاس زيت. راح جيب الحليب، رجعت حطيت خميره وسكر وهيك اول وجديد. خلينا نبدأ. ضل احطيها لا تقوم تقول، لا تقوم تقول مرة ثانية. والله عن جد ما شاء الله الخميرة مبينة هيك شكل. حنضيف هون الحليب. بس لا ريحة الخميرة عن جد قوية. يعني شكيت قبل شوي انه فيها شيء بس لا عن جد قوية الريحة. خلينا ننزل السكرات الموجودين هون. سالفيف هو نوع من هلا بدو. وعندنا بيبي بودر، وعندنا رشة ملح، رشة ملح والملح. ليك شو هذا الغلط كله شايفه ما شاء الله عندنا كتير. عن اذنك عن اذنك يا عمري انا حبيبي. شقد هيك شقد رايق شقد هيك وين الكياتي انا كلياتها. بس لا تجي على البيت نتحاسب. دق لي ريتشو شفتوا. عن اذنك خليلي انا ايه بس لا تجي. اوكي هلا عنا هون هنحط بيكنج باودر اذا ما بنكد عليه هيك
لازم انكد ما بصير. يعني ليش لدقيت لك عن اذنك؟ ابو حركات الرجال. بورجيك. نسيت ايش حطيت الله وكيلكم. عندنا معلقات المحلب ما تكتروا منه مشان ما يعطي عمرار. اوكي بعد شوي كمان خالصين. ضل هلا عنا بدنا نضيف الطحين بالتدريج ونعجن. اوكي هي خليط النحل. راح اجيب شيء اقول ولا شو الشيء خلص. هي تقريبا نص الطحين وراح نحط رقم شوي بس نجيب معلقة. في اكيد عندنا بعد نص قالب زبدة بدنا نضيفه بس عشان هلا ما تطرطش الدنيا علي انا وبتنعجن. اكيد موريتشو مو جاي هلا متاخر. روكسي الاولاد نايمين هيك. بنحط هلا على العجن. انا بدي احط العجينه وبدي بلش بحجار القلعه بعدين وبدي اغيب عن كل شيء انه عندي تصوير. اوكي يعني لسه ما خلصت تصوير برا برجنينه. قلت خليني اشيل هدول من طريقي مشان شو انه بدهم وقت خاصة خليط النحل بده وقت لحتى تصير. هلا صار وقت حطها على العجانة وتنعجن. بس خلص عجن برجيكم كيف رح اضيف عليه قالب نص قالب زبدة. بدك تلاقي مكان وين ترتاح. هون بعد ما اخذت حقها بالعجن مزبوط. هلا في عنا هون قالب زبدة. شوفوا هو بيجي 100 جرام. راح نقص نحنا 50 جرام. اوكي مو اكثر. رح اخذ 50 جرام نضيفه على العجين اللي هو هالقد. طبعا الزبدة مطلعتها من قبل البراد عشان تكون سهلة مع العجينة. رح نحتاج زبدة كمان هلا برجال القلعة. نروج بسم الله. بتصير عجنة زي سهل إذا بتكون لا وين عم بتنفع تنعجن مع الزبدة شغلت 5 دقايق. 100 صحة وهنا على البعاد. وين المشكلة؟ أنا عزمي. هلا إذا أنتم عزمتوا بتردوا العزيمة شيء أكيد لا. شوفوا في منكم أنا جد في حال تغلط نسبة المزح بجد بيني وبين ريتشو. أنا بعرف إنه رايح هو على الشغل وبعرف إنه رح يقابل عالم وبعرف كثير هدول الأمور. عادي وين المشكلة يعني؟ وين المشكلة؟ ما فهمت. لا أنا اللي أمزح معه شيء عرفتوا؟ وأنتم بلشتوا ننوش. ذكرتكم ننوش ريتشو قاعد عم بعرف شو عزمته بنت. وين المشكلة؟ العجينة ما بتمسك اسكتوا. لأنه هي لازم تكون هيك قوامها. بسم الله. لأنه بدها تكمش بعدين. بسم الله. فعادي الموضوع نعزم توزن عزم تبجوط العزيمة شيء أكيد لا. وبعدين شو هي البنت عزمته على أكلات زوجي بيحبه أنا ما بعمل له إياها. مثلا رأيكم فيكم تعطوني على سناب شات وفيكم تحطوا لي كومنت. شو اسمه الباتش انا ما بعمل عادي يعني. وين المشكلة؟ ياكل 100 صحة بس يجي نتحاسب عادي. بس هي بما اني حطيت زيت من هالجهة حطوا زيت بالجاز. وهلا نتركها ترتاح. هي العجينة رهيبة تبعت خليط النحل. خليني هلا غطيها بقى نحطها بمكان دافي. سالفيف. خلينا نبلش نحن احجار القلعة. ما بدكم دقلي كمان شي 6 دقايق بعدين نكت عليه هو بعت لي صوت. يلا ادني داي.
وين؟ لا الحمد لله تمام الحمد لله ماشي. قلت له مين ساعة جنبك؟ وبعثت له السمايل والحمد لله. طلع شو حط لي يوم، قلت له ما بعرف اذا امبارح بس مليون انه اوه تسمعني الساعة تبي تلعب. بعدين ده قال لي اتصال معي كان تليفون تحت كنت عم حمل الاولاد فكنت عم حمل الاولاد. وبعدين بعد شايفتك مروق بالقعده يا عمري تتهنى لك ما عاد يكتب الكيبورد معي اسكتوا. بعدين قلت له اذا ما بدك ترجع على البيت اذا بدك ما ترجع على البيت انا بدي اخلص شغل ونام تعبان. اجواء ما شاء الله عندك بتجنن والضحكه على وجهك دوم ضل هيك. قام دغري دق لي اول ما دق لي قام اشرب عن اذنك انه مشان اشوف شو عم يغيظني عرفتوا؟ يلا حبيبي خلص شغلك بتاعك انا عم بدي اخلص شغلي. قام قال لي ايه ماشي هيك قال لي ايه ماشي. لانه عرف دغري انكم كتبتوا لي دغري قال لي كتبوا لك بس لك. قلت له ما حكوا شيء قال قاعد مع البنت والاجواء حلوه وهيك. قال ايوه انا بورجيه يعني احنا شيء انتم بتعرفوا البهدله انا ما بخليه. تعرف شو عملت؟ لا طيب والله مالي قلب أرب عن جد مالي قلب. طيب رح يصير له شي الزلمة. خلونا نحط النايلون بلش بحجار القلعة. تفرجي حجار القلعة على المضبوط الانبكس هلا بس يجي لازم ما طعمين الخليط من ناحية. بعدين هو عامل خلط وهو عامل خلط ما بصير ياكل. هيك مسكينه مظبوط. هيك باخذ ضغط عن جد مظبوط من هذا النايلون. هلا قلنا ناخذها على الفرشة مشان ترتاح عن جد تاخذ وقتها للرياحة. بنبلش نحن انا وانتو نحجار القلعة. بنضبط هون طبعا قايمة الدنيا بالمطبخ. هلا يا عمري انت وياها صار وقت نعمل حجار القلعة. عندنا هون نص جرام 50 جرام زبدة وهون عندي 100 جرام كمان يعني 150 جرام حجار القلعة رح نعملهم. هلا رح احطهم شوي بالميكروويف شغلة 30 ثانية. اوكي مو اكثر. ورح احط هون عندي من الأردن. عندي زيت. خلينا نحط اول شي السكر برايي انا. السكر عندنا كاسة او 3 ارباع الكاسة انتو كيف بتحبوا. انا رح احط كاسة. المرة الماضية حطيت 3 ارباع الكاسة. هالمرة حطيت كاس. لا والله غريب ما انتبهت ليش. اوكي وعندنا الزيت ربع الكاسة كمان. بسم الله الكاسة بنخلطهم هلا. ها شوي هاي بعد ايوه ها شوي وبدي اجيب البيض لجنبي والعجانة كمان لحتى اعجنكم اجيكم كيف رح بلش فيه. فانا عم برجع اعيد من القدير لانه اكيد في ناس جديدة عم تحضر الستوريات عرفتوا. انا مثبتها بالقصص بطريقة المشمش هلا بطريقة الفريز. هلا عندي هون رح خلطهم اول شي لوحدهم حتى يدوب السكر والنزل خلطوا كلياتهم سوا. رايكم فيكم طلعينهم من قبل
سلفيف. شوي شوي عم ضرب فانيلا. راح احركه بالمعلقه مشان ما يطير. يلا الله على الريحه. نجيب معلقه ننزل على الجوانب وبنرجع. هلا هي ثقيلة بس لأنه عم تطلع من فوق. اوكي تنظيف تنظيفه بالتدريج. هيدا ولا هيدا ولا هيدا؟ سمي حرام. عندي هون نضيف أول بيضة ونخلط كل دقيقة تقريبا ونضيف بيضة. الريحة عن جد شي غرام ما بتشوفها بيضة. وهلا صار لهم طلعوا كيف صار القوام مثل الكريمة. هلا رح نضيف. كل ما اعطاكم هيك القوام كل ما كان رح تنجح اكثر معكم. لحتى اقدر اخذ عندي هون 3 كاسات طحين بدنا ندخلهم فوقهم. حتى طريقة عجنها كتير سهلة. الكاسة كان فيها زيت حطيته فوقهم بس ما عندي غير الكاسة ونعمل فيها المقدار فما بدي يخربطوا. وهي الثالثة. بسم الله. وكمان بنضيف الكمون معلقة صغيرة هيك. لعنا آخر كاسة طحين. الطريقة اللي بعثت لي اياها ماما أول شغلة المقدار تبعها كتير كبير 6 كاسات وشو اسمه وغير طريقة كليا. هي لها كذا طريقة يعني في حدا يعملها بطريقة شكل. أنا هاي الطريقة بتعجبني سهلة ما بتاخد وقت كتير. اوكي هون دخلت في زيت بس تخلطوها هيك. حتى إذا ما حبيتوا تعجنوها بإيدكم يعني ما بدها كتير عجن. شوفوا فيني أنا أعملها بالعجانة فيني أعملها بإيدي بس أنا بعد ما عملتها بالعجانة ديك المرة عجنتها بتوقع بإيدي شوي. خليني أحط شوي بالعجانة رأيكم فيكم وبعدها رح نبلش. اوكي زدت كاسة طحين لأن الوصفة 4 كاسات مو 3 كاسات. راجعت الستايل لأنه ما وصلت لهالقوام. حتى شوفوا حتى فيكم تعجنوها بالإيد يعني أنا مثبتها من قبل. اوكي رح ناخذ. المرة الماضية قلت لكم بدي أخلي يعني أفرش مظبوط من على الوش
رح احط تقريبا هالقد من العجين، سلفيف. احطهم بالفريزر حتى شوي نكورها. احطها بالفريزر حتى شو نقدر هيدا بتشرب فوقها. وراح مد الباقي بالصينية. هلا هي فيها زبدة، ما بتوقع انه بتعلق لو بالصينية الماضية ما علقت، بس هاي الصينية أول مرة بدي أجربها أنا، ما بدي أخاطر، خايفة تعلق. خلينا نحط زبدة بالقطريات. صينيتي القديمة لما عملت فيها ما في شي علق، ما راح أحط ورق زبدة. هيك وأهم شي الأطراف. ما توقعت على قلت على ما عرفت هاي الصينية. أنا ما بدي أخاطر. أنا بتعرف واحد بس يكون عنده شي عن جد ما بيقعد ينجح معه الشغل اللي عم يعملها ولا يخجل حدا. إذا حسيتها كثيرة أنا رح أحشيها من العجينة لأنه أنا بدي إياها دقيقة. لا أنا هاخدها هيك، شو طوارف هدول ما يكونوا رقاق كتير كمان. ما نسمكم ولا نرققهم وسط. تكون ثقيلة والله هي بالمدة الطوارف بس لحتى بظبطهم، وبعدها برجع بظبط النص. هلا بعد ما عملتها وحاولت قد ما فيني اضبط الزوايا واعبيهم، وكمان هون امدها بطريقه تكون ما في شي طالع شي نازل. هلا صار وقت نحط المربى. انا اول مره بصراحه حجربها مربى رخيص، بس انتو شو ما حطيتوا معه رح يكون طيب. يعني اي نوع مربى انتو بتفضلوه. يا ويل قلبي على ريحة الفيس، جيبي شي اللي انا اشتهيت عليه. اوكي احسب يلا نجيب كمان قوية. الانبوكسينج. تعالوا حتى نحط هلا الفريز. هذا التليفون لازم اشيل منه الخط. اوكي رح احط فيها منيح ومدة. جيتي انتي لهون. والله الفريز جاي قطع. ها فكرته مطحون بس ما بيأثر عادي يعني. خلينا نوزع الفريز مظبوط. هديك المرة ما كانت حلوة، لهيك أنا المرة كترت المربى وكترت السكر عشان يكون فيها حلا. مدري السكر اللي عندي ما عم بيحلي، مدري المربى ما كان كتير حلو. عن جد المربى بشهي. رأيكم فيكم هيك بعد ناقصنا هون شوي.
هيك صارت تمام التمام. انا قصدي خليت يكون على الوش العجينه تكون اكتر، هيك اطيب. والنص على فكره ما استتعبت مظبوط، منظرها بجحي عن جد ما تعبت مظبوط. بدي اياها تعمل طبقة. ديك المرة لما حطيت المربى كان عندي عن جد ما كان كتير. خليها بقى تجمد القسم اللي فوق لحتى نبرشها فوقها. شوفوا لي هالمنظر. نخليها هلا بعد البرش. شوف كيف رح تصير غرام. بدنا نزينها بالفراولة كمان. تصدقوا اني جات ريحة اليالنجي يا ويل قلبي. سخنة كثير. دقيقة وينها هي؟ بدي ادوق. انا لازم احط الحمض وبريح. هلا انا على حالتين بدي احط هون ليمون. في عم بحطوا دبس رمان. قلت لكم دبس رمان انا بصراحه ما كثير بحب احط بالهي. رح اخذ من ميه وين بسم الله ولا واخيرا لقيته. اخذ ميه اليالنجي ودوب فيها الحمض. سالفيف هو نوع من الزيوت الطبيعية الغنية بالمغنيسيوم. سالفيف بحس بده بعد حمض. خلينا نسكر عليه. هلا هي الحبة بتكون بردت شوي. ما بدي تقله بقى، بدي اسكر بس عليه. ليش؟ ما يخبز بعدين. انا بدي استنى وليني فرايح نار. تبي تلعب بدي ما ناقصه غير الحمض. فيه حمض شوي بس بالمرة لازم تحطوا حمض. عن جد طالع معي. وليه حيقطع قلبي. امتى تيجي بكره؟ دولة امتى تيجي لبكره؟ موريت شو بكره. عن جد القسم القليل العالمي للسوريين اصور لكم فيها بتفاصيلها. جايبين تبوله والكبه والفلافل كل شيء بخص تراث سوريا رح يكون موجود. هلا مريم سنود طلعت له اللباس تبع الانترو تبع رمضان السنه الماضيه. سنود ثياب لباس باب الحاره، وميرو القلابيه اللي كانت لابسه البيضه. وانا رح البس جبته كمان، عرفتوه؟ هذا اللي بيجي حلبس تحته جينز وبلوزه بيضة. رح يطلع غير شكل بكره. عن جد كثير رح ننبسط. ورح شارككم كل الفعاليات، مو بس قسم السوريين، في اقسام ثانيه من غير دول رح شارككم كل شيء. عن جد الفعاليه كثير حلوه انه اولادنا يتعرفوا على تقاليد وعادات الدول الاخرى كمان. والله كثير حبيته انا. والله يا ست راسي اذا فعلوا ريحه الروايح لازم يفعلوا كمان ضوء الاكل. تخيلوا معقول وصل لهالدرجه؟ رأيكم فيك تطور. لا مو لهالدرجه بالتليفون. ايش في؟ الهنود لسه ما عنده. يلا
اوكي هلا هي راح. يا سلام، نظفنا هون شلنا. ابو ابو اوكي والله شكلي كنت لازم اجمدهم على كذا شيء، يعني على اسم يو ثواني شوي لكم اخذ هيك قسم بايدي. شكلي ماني متحكمة انا من جد. ايش شو هي؟ شيلوا لي اياها قصدي. هيك حسنا افضل. ما العجينة كبيرة وما تجمدت مظبوط، هذا انسب حل. نشتغل ما بنلوت هلا، خربت الدنيا العجينة عن جد. ليش كنت عم تعب هيك؟ خلص هون وبضيفها. أنا دائما بستخدم مغنيسيوم بيلز ومن بحس المرة رح تطلع أطيب، ما بعرف ليش. ذيك المرة عن جد ما كان فيها حلا كتير، يمكن بسبب المربى لأنه ما كان الكمية عندي إياها كتيرة، ما بعرف. خلص شي الطبقتين يكونوا متساويين. المرة الماضية كانت الطبقة اللي فوق ما كتير، شو بدي أقولكم، ما كان كتير إنه هيك فيها أحجار القلعة أو المفروشة. هلا حتطلع شي غرام. بعد بتتحمل. عن جد شكلها احلى من هديك المره. الصينيه لعبت دور كتير كبير. لأن في لسه تبعية التفاح بدي اعملها. على فكرة شغلت على الفرن، لازم يكون حرارة الفرن 180. خلصنا. هيك صارت تمام التمام. كيف تتوقع الشكل النهائي مع التزيين؟ هدول حرام نحطهم هيك. الله على الريحة. يلا قوم نحطها بالفرن. رح اعمل شغلة ما بعرف اذا رح تزبط معي. في عنا هون هي الجبنة، المرة منشفتها على الاخر ولا شيء. رح اضيف عليها شوف موزاريلا هون تصير ماسكة. نخلطهم مع بعض.
فكرة اعمل كرات الجبنة بس ما بعرف اذا رح تزبط معي بصراحة. رأيكم فيكم اخذ حبة كيري ونحطها رح تجرب اذا زبطت معي رح احطها بالفريزر عشان دغري امسك الطابة واحطها بالعجينة ودعبلها واحطها. بس ما بتوقع انه رح احتاج حبة كاملة ولا حبة كاملة ولا تحط حبة كاملة ولا نص. تحط حبة كاملة ولا نص بالطابة الوحدة. يعني مثلا هنا اخذ نص قطعة. شو قصدي؟ هيك نحطها شوي بالفريزر بتكون جمدت شوي. عرفتوا؟ شوي تكمش اكثر. شو رايكم بالفكرة؟ بحس نص كافي. انا هيك برأيي ما بعرف بس نحط جبن مزبوط. اخذ مش شكلي انا بس رح تصير اطيب وتاخذ كمية جبنة منيحة. طابة كبرة منيح. عشان تكون محتاج بس فيها شوي بالتعب بس عادي. اوكي حبة شوي طلعت كبيرة بيتي وخلص انا بقى. بعطيني كف تاني. هدول كف هدول هاي البردة ليش ما بحب اعملها انا؟ لان بلفوا بتطلع الثانيين ما بيطلعوا. خلينا نشوف شو صار هون ثانية. خلصت تكوير الجبنة. شوفوا بيتي حبيبي بس حط اليوم بالفريزر شغلة 10 دقايق مو اكثر. هلا هون صار بعلكم شوي. هي صارت طلعتها من الفرن. ايه هو حبيبي خايفة كتير اللي ما بتصدقوا لانه اذا انتزعت ترجعك انزلي. هلا يا سلام. اوه طلع من الفرن. خطيرة عن جد ولا غلطة. شوفوا لي الشكل انت حلو كتير حلوة عن جد. اوكي هلا رح نغلفها اتركيها على جنب. والله الصينية غير شكل. خدي حبيبي وهذا غسليه كمان بدي احط فيها لانش. هلا رح اغيب عنكم شوي بما انا حطيت الجبنة وهيك. بخلي الخميرة تبعتي من خلية النحل تتخمر اكثر بدي اطلع صور بدا. كثير انبسطت فيها والله. شوفوا لي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام على العجينة. واو. اوكي هلا رح ناخذ هيك شوي كمان يكون في عجين كمان. بيتي
بس حطي لي شي هيك صغير، شي زيت. هذا اجباري بده يكون في زيت على ايدي. هي رأيكم فيكم زيت بس ما تلزق على الكفوف. لتوا بايديكم. شوفوا هي فيها زيت سحبتها من تحت. ناخذ حبة الجبنة ونعملها هيك، هوبا هيك هوبا هيك. ما بدي اكل عجينة، بدي اكل يا سلام. سلم برايكم اعمل 4 طابات ولا ما فيكم عن جد مشان إذا بتسق 4 طابات ولا 3؟ يلا نشوف. خلصت الفيديو تبع اليوتيوب. عن جد أنا لو ما عندي هدول صدق وهيك ما كنت تأخرت. كثير حبيت طريقة الجبنة هيك. أول شغلة تاخد حقة بالجبنة، تأكدوا من التسكيرة شوي سئيل. شكلي ما راح انزل على ايدي لاني عم بسحب من تحت. هلا بدي اعمل صينية انا الي واكل. نعم حياتي، نعم بعد اذنك اتركني اشتغل. والله اسف، والله زلت لسان. كان لازم هيك اكون قاعد فورا اقوم بدون ما اخذ لا اذن ولا نفحه. لا مو هيك اكيد. والله بعتذر حبيبي، من الادب انك تقوم بالاذن او شيء. صح. بس الفكره وين؟ انه لو انت وحدا لوحده، يعني انت والشخص لوحدكم، لما بيكون في شخص قصدك ثالث. انا وحدي ليش قصفتيها المقلوبه؟ لا بحكي بشكل قصدك عام. لو انا وحدي لوحدنا كنت قلت لها عن اذنك. مزبوط. يعني ليش لما تكون طالع مع رفقاتك شاب عن اذنكم؟ هلا هو كان في معنا حدا ثالث بس انا انه ليش ما قلت انا، هي انزعجت ليش ما قلت عن اذنكم. انت متقصده، فلانك متقصده فانا متقصده اني نكد عليك. والله ما تقصد. ان شاء الله هتتقصد. يعني ان شاء الله بيجوا البنات يستقصدوني اذا انا متقصد. ان شاء الله ما بضل بنت ما بتستقصدني اذا انا متقصد. شو رايك بهالدعوه؟ طيب هلا سؤال، انت ليش ما قمت بعدت شوي عنها ودقيت لي؟ ليش انت وقاعد معهم دقيت لي؟ انا قلت بعمل حالي انه اجاني اتصال، لا يعني عرفتي ما حلو قصدي نقطع القعده. ليش؟ يعني اذا بدك تروح على الحمام ما بتقوم؟ إيه الله وكيلك انا عامله حالي مشان ما اقدر اروح الحمام. يعني ما حلو هيك. برجل يعني ليش بدي برجل يعني وشو؟ يعني بدخل 200 ل 500 الف واحد معي على الحمام بصور له. والله ما بعرف. ليك حمامات الاغنياء طلع. مشاكل نزل مي لحالها بتفتح على حدودك بدون حنفيه. بس طلع يوم شو صار معي. شوف مشاكل الاغنياء. حمامات الاغنياء. طيب انا عم ماشي وترجع تفتح المي. تعبت.
والله قوي. طلع وين بتكبيها خلصت خلاص راحت. طلع كم باب للتواليت؟ 1 2 متاهه لا تدخل على التواليت وتلف. يا كلهم بيشبهوا بعض. كل البواب تشبه بعضها. ليه ما فتحنا على باب المشوار؟ رأيكم فيكم لا شفتن حبيبي شفتن. ابو لهون وبس. يعني كنتي عم تراقبيني. يعني على بابي. انت هذا همك؟ يعني هذا؟ ايش في حدا تغير على جوزك؟ بس انا بعرف ايش في عندي يعني. وليش هالدود كله؟ العمى بتعرف ايش في عنده وهيك. والله ما حكيت شيء. والله ما حكيت شيء بس انا انزعجت من كلامك. خلف الكواليس؟ لا دقيقة اي خلف الكواليس. شو في خلف الكواليس؟ بعت لي صوت فرجتهم اياه. فرجتينا ليش صوت بينشاف ولا بينسمع؟ سمعتهم اياه. قصدي هون خلف الكواليس بعد ما جيت انا. ايه ليش انا سألتك مين سأل جنبك؟ قلت لي هذا اسمه ما عاد رديت. ليش؟ 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 كان لازم اسد لها محمد. لا كان لازم هي لا شوي تعمل هيك لا عم تثبت لها اياه على المقعد. لا انا قصدي انه ليش ما قلت لي مثلا قاعد معي حدا كذا انه بعرفك رايح الشغل عادي لي انه قاعد مع حدا حبيبي. انت ما رديت. هلا بعثوا لي ان النور طولي بالك مو قالت لك امي شوي من كثر الشد بيرخي. امك عفوا مو امي بتهجم معها علي. اما معي بتقول لها بنتي طولي بالك على شوي عليه لانه كثر الشد بيرخي. يعني ها برتخي والله الحبل يعني شلون هي؟ ايه ايش بدك هلا؟ بدي سلامتك والله. يعني ما بدي الا سلامتك. الله يسلمني الايدين. اذا مفكر تاكل ما في معامله نظام غذائي. خبولي كم قطعه على وشتي المفتوح. ها؟ بعدين انت بكره مو رايح معي على الحضانه، شو بدك تاكل؟ ما فيني اكل. بحاول يعني انا عندي قوه اراده كلكم بدي اشوف شو هالمره غير شكل ها بجبنه. طبشت لك. ايوه روح. العمى مكتره جبنه في قلبها يا الله. شايف لك كل هدول ياكلون بالحضانه شوي حبيبي مشان لا ننقزوا العالم. بدك نروح ايدنا مو مليانه يعني. ايه لطيف معي مش بدي احكي ايش بدك يا شيخ اعطيهم. في هاي مبروشه، في عندنا خليط النحل، وفي عندنا ريانجي. جوزها هو عمل دايت كل المناسبات وايش في شغلات كلها طلعت. ايش دخل هي بهي؟ هلا بدي اعمل صينيه لإلي مع نسله. الله ينتقم من عدوكي. والله الله ينتقم من كل ظالم. كثير معاناه. انا اللي جوعان. تعالوا اعمل وجباتي. ايه روحوا من وجباتك. خلونا نحن نخلص هون. الريحه يا جماعه انا قتلتني. عطلت يعني